صباح الخير وصباح الصحة والسلامة اللي دائما كنتمناهم لكل أوفياء الإذاعة القريبة منكم بيت راديو. فين ما كنتم مرحبا بكم معنا في أول حلقة خلال هذا الأسبوع من برنامجكم صحة وسلامة. تعودوا الأوفياء ديال البرنامج وديال بيت راديو على أنه البداية من كل أسبوع كتكون رفقة الأستاذ محمد الحليمي أخصائي في التغذية الصحية والحمية العلاجية. صباح الخير أستاذ الحليمي. أستاذ الحليمي صباح الخير. تحياتي وتحية فريق العمل المستمعين الكرام. صباح الصحة والسلامة للجميع إن شاء الله. شكرا جزيلا. اليوم إن شاء الله معك أستاذ الحليمي غادي نتكلموا على التغذية وعلاقتها بالخصوبة والإنجاب. كنا طرقنا في الحلقات السابقة المجموعة من النقاط بما فيها الرياضة أو الحركة والوزن أيضا والتأثير ديالهم على الخصوبة وعلى الإنجاب. كانت هذه الحلقة ديالنا اليوم الجمعة، كان تمهيد أيضا لهذا الموضوع خلال الحلقات السابقة. اليوم إن شاء الله غتكون آخر حلقة في هذه السلسلة، بحيث غادي نتكلموا على الحلول المتعلقة بالشق الغذائي فيما يخص التغذية وعلاقتها بالخصوبة والإنجاب. الكل مستمعي الكرام اللي بغاو يتواصلوا معنا كيف العادة الأرقام هي دائما مفتوحة ورهن إشارتكم 05 22 46 72 50 51 أو 52. إذا 05 22 46 72 50 51 أو 52. في البداية أستاذ الحليمي تحية كبيرة لك، لأنه مجموعة من الفيديوهات كنت وصلت بها نهاية هذا الأسبوع مباشرة من مدينة أكادير، فتحية لكل السكان ديال المنطقة اللي كنتوا حاضرين فيها، وما شاء الله كانت الأعداد الهائلة ديال الناس اللي هما حضروا، فتحية كبيرة لهم أستاذ الحليمي. ربي يخليك أستاذ عفاف، وأنا بدوري كنحييكم وكنحيي ميد راديو وكنحيي اهل سوس، يعني كنت في الضيافه ديالهم والله العظيم زعما كانت واحد اللقاءات خاصه بزاف، وكنحيي كل من ساهم في احياء هذه اللقاءات. لان كانت عندنا محاضره يوم السبت وكانت عندنا دوره تكوينيه الامس وللامانه لابد انني نوصل لكم السلام ديال كل فرد من مدينه اكادير ومدينه ايت ملول اللي كان فيها هذه الاحداث هذه، وكنشكر جميع الناس اللي ساهموا في هذا الحدث، لا من الاصدقاء المرافقين ديالي ولا من الناس اللي ساهموا في هذا احياء هذه الدوره هذه واحياء هذا النشاط هذايا. واللي ساهم في احياء هذا النشاط هم العديد من الناس، واهمهم كانت المراه الحديديه الاستاذه خديجه اكرم القصاد اللي كنحيوها كذلك من هذا المنبر هذا، لان تستاهل مرأة مغربية اللي كتبغي الوطن وكتبغي ماد راديو وكتبغي تخدم البلاد ديالها، فكنحيوها من هذا المنبر وكنحيو كل مرأة سوسية وكل مرأة مغربية على هذه الجهودات. وان شاء الله انا كنقول المغرب الحبيب ان شاء الله كاين ناس اللي باغيين يعطيو لهذه البلاد هذه، وكنحيوهم من هذا المنبر هذايا، وكنحييك استاذ عفاف والسلام خاص لكم من اهل سوس. نعم تحيه كبيره لهم، مرحبا بسلامهم استاذ الحليمي. غير باش نقول للمستمعين الكرام الصوره، فحتى الضيافه اللي كانت خلال المحاضره ضيافه مغربيه 100%، كانت الزيت البلديه، كان املو، كان العسل، يعني شحال محتاجين نرجعوا نشوفوا هذا الشيء في الطابله المغربيه ولا في المائده المغربيه استاذ الحليمي صراحه. فتحيه كبيره لكم، كانوا يعني اهل الاختصاص من مختلف المجالات. استاذ الحليمي من الجانب ديالو في التغذيه تحيه كذلك للشيف الهادي، كيسمعوه الناس مع يعني من خلال احدى الفقرات مع زميلتي سناء الكناني في برنامج لاله مولاتي، فالشيف الهادي بطبيعه الحال وغني على التعريف وتبارك الله عليه. الجميل فيه على انه دائما كيرجع لاهل الاختصاص وكيسول، فهاد الناس تحيه كبيره لهم. عمره ما كيقول انا تعلمت، عمره ما كيقول انا وصلت لواحد المرحله اللي ما يمكنش واحد يجي يقول لي شنو غندير. فتبارك الله على هاد الناس لانهم هما اللي كيمشيو بعيد مستقبلا استاذ الحليمي. وتحيه مره اخرى لكل الناس ديال مدينه اكادير وديال منطقه سوس استاذ الحليمي. اليوم ان شاء الله كيف ما قلنا غنتكلموا على الحلول المتعلقه بالشق الغذائي فيما يخص التغذيه وعلاقتها بالخصوبه والانجاب. شنو اهم النقاط اللي غادي نركزوا عليها معك استاذ الحليمي؟ نعم اكيد ملي كنهضروا وهذه الحلقه الثالثه على مشكل الخصوبه. مشكل الخصوبه واحد المشكل اللي يؤرق الاسر في العالم ويؤرق الاسره المغربيه، وحنا بالنسبه لنا بغينا المغربي يكون في كامل التوازنات الجسديه ديالو. داكشي اش ارتأينا في موازاة مع اخر دراسه اللي صدرت على هذا المشكل ديال الخصوبه اننا نخصصوا 3 الحلقات. الحلقه الاولى كانت مسائل اللي هي عامه، الحلقه الثانيه كانت حلقه على الرياضه وعلاقتها بالخصوبه. علاش هضرنا على لان ما يمكنناش نهضروا على التغذيه بوحدها، وهذه قلناها ومازال كنعاودوا نقولوها. التغذيه بوحدها راه ما كافياش، التغذيه بوحدها في واحد نمط العيش، وملي كنقادوا نمط العيش ديالنا وكنا هضرنا على القلق، هضرنا على بزاف ديال الامور. الوغ ملي كنهضروا على القلق وكنهضروا على العديد من الاشياء، اذا التغذيه كتجي كواحد من فريق عمل اللي كيمشي بالانسان الى الصحه
واليوم ان شاء الله هذا لاش ارتئينا اننا نعطيو بعض الاشياء اللي عندها علاقه مباشره بالخصوبه واللي كتمس الجانب ديال الخصوبه لا عند الذكر ولا عند الانثى. حاولنا ان في هذه الحلقات اننا نمشيو للفكره ديال ان الخصوبه فقط كتكون مشكل عند المراه، فالخصوبه كذلك مشكل عند الرجل، وربما تتقاسم المراه والرجل، وربما اكثر الرجل اكثر من المراه عكس تماما ما يعتقد الناس، باش نخليو الضمائر انها تحاول تحيا شي شويه ونحاولوا نشوفوا راسنا ما فيها باس. الانسان يرتكب اخطاء، ربما اخطاء فرديه ربما اخطاء جماعيه، وبالتالي احنا الهدف ديالنا هو اننا نصحوا الاخطاء الفرديه ونصحوا الاخطاء الجماعيه. بالنسبه اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا كيفاش التغذيه كتلعب دور، شنو العناصر الغذائيه اللي كتساهم في هذه الخصوبه. ومن هنا غنبدا مباشره ان الانسان وجسم الانسان هو يشبه الكره الارضيه الا بغينا الى صح التعبير، والله سبحانه وتعالى كيقول وفي الارض ايات للموقنين وفي انفسكم افلا تبصرون. والناس اللي كيتعاملوا مع الارض كيعرفوا نعم كثر عليها المبيدات، ان الارض لما كتكثر عليها هذه الامور هذه كتولي هذه الارض هذه ما فيهاش الخصوبه. وهذا المثال ديال الجسم البشري. فالجسم البشري بحال الارض، يعني الارض انت والناس كيعرفوا ان الارض ان فوا كتولي دير المبيدات كدير هذه الاشياء هذه فما كتوليش تعطي، وكتولي خاصك تعاودها بزاف ديال الامور باش انها تولي هذا الخصوبه. الجسم ديالنا كذلك يحتاج عناصر غذائيه، لما كتوفر هذه العناصر الغذائيه فالجسم كيمشي للتوازنات، لما ما كتوفرش فالجسم كيعاني من الخصوبه. وهذه العناصر الغذائيه هي اللي غادي نهضروا عليها ان شاء الله في الحلقه ديال اليوم اللي عندها علاقه بالخصوبه والتغذيه. نعم. اذا الكل المستمعين الكرام اللي بغاو يتواصلوا معنا في الارقام هي مفتوحه 05 22 46 72 50 51 او 52. اذا 05 22 46 72 50 51 او 52. الكل المستمعين الكرام اللي بغاو يتواصلوا معنا في حلقه اليوم البرنامج صحه وسلامه، وكيف ما قلنا كنتكلموا على الحلول المتعلقه بالشق الغذائي. الا سمحتي وصل الحلمي كانوا مجموعه ديال التساؤلات وانا يعني تعمدت نخليها حتى الحلقه الاخيره باش حتى المستمعين الكرام اللي كانوا طرحوا الاسئله ديالهم كنت توصلت بها يعني الاجابه تعلق في الذهن ديالهم وما يبقاش عندهم هذا السؤال كيتطرح دائما. غادي نبداو بسؤال اللي هو كان من عند عبد الله، العمر ديالو 47 سنه، ما رزقوش الله وليدات استاذ الحليمي. قال رغم انه التحاليل كانت كلها مزيانه لا عنده ولا عند الزوجه ديالو، من بعد كان تفسير عند الاطباء على انه التوافق ما بين الزوجين ما كانش، بحيث انه ربما الزوجه الى يعني كان شخص اخر ممكن كاين احتمال ديال الانجاب وكذلك هو. فهذا كان هو التفسير الاخير قال لي عند الاطباء. قال هو ما تقنعش به يعني لدرجه كبيره، لانه قال انه القدر هو اللي اختار لي هذيك السيده والحمد لله يعني متفاهمين في حياتهم بزاف وهذه الامور كامله والله يسعدهم. فالحمد لله بزاف ديال الناس اليوم كنفرحوا لما يعني السعاده ديال المستشفى الحليمي ما كتكونش متعلقه فقط غير بالانجاب، راه كاين امور اخرى اللي هي اهم وممكن الانسان انه يعيش مرتاح في حياته. هو كان عنده فقط سؤال فيما يخص الشق الغذائي استاذ الحليمي، سؤال على المواد الدهنيه، واش المواد الدهنيه فعلا غنيه بالطاقه وكتساعد على الاخصاب. سول تحديدا على الفواكه الجافه، سول كذلك على بعض الفواكه بما فيها لافوكا، قال واش فعلا هي من المواد لان قال كتكون دسمه. فسولك واش فعلا هذه المواد يعني كاينه، يعني هذا التفسير حاضر علميا او لا كتبقى فقط مجرد فرضيات؟ فعلا هذا السؤال مهم جدا، وهذا العنصر هذا كان من المنتظر اننا نهضروا عليه. نعم. اللي بغينا نعرفه ان الان اليوم في هذا العصر هذا استسمح تم الاساءه لبعض العناصر الغذائيه بواحد درجه كبيره بزاف، ومن الضحايا ديال هذه الاساءه ومن الضحايا ديال هذه الاشياء اللي كتقال دابا في التغذيه هي الماده الدهنيه. فالماده الدهنيه رديناها كعدوه. علاش؟ لانها اختلط بزاف ديال الامور، ولينا نهضروا على الماده الدهنيه اللي كتزيد في الوزن بزاف ديال الامور. خاصنا نعرفوا نميزوا بين الدهون الجيده والدهون الغير جيده، هذا هو الراي الارجح. اذا بالنسبه لي انايا الماده الدهنيه ما كاينش شي مرض، اقول ما كاينش شي مرض ممكن نحيدوا فيه الماده الدهنيه. فظل هذا العصر اللي كنعيشوا فيه ولينا كنحاربوا هذه الماده الدهنيه، فهذه الماده الدهنيه ملي كنوليو نحاربوها اول ما عانى الجسم هو انه عانى من هذه قله الخصوبه. علاش؟ مساله بسيطه جدا، هو اننا الانسان باش تكون عنده خصوبه فالخصوبه تعتمد على الهرمونات بواحد درجه كبيره بزاف، وتعتمد على الطاقه بواحد درجه كبيره بزاف.
علاش؟ الماده الدهنيه اساسيه عند الكائن البشري، والماده الدهنيه اساسيه عند الناس اللي بغاو تكون عندهم خصوبه، وغنعطي بشكل مباشر. حنا الناس والكائن البشري سواء كان ذكر او انثى، فعندنا حنا واحد الغده هي اللي كتفرز الهرمونات الجنسيه، التستوستيرون عند الرجل والاستروجين عند المراه. نعم. باش يتفرز عندنا الاستروجين والتستوستيرون اللي كتفرزهم الغده الكظريه، يعني الغده الكظريه كتفرز لها الاستيرون الكورتيزول والدي اش او ا. هاد الدي اش او ا هي اللي كتحول برينيلورون، وهاد الماده هذه هي اللي كتعطينا التستوستيرون، هي اللي كتعطينا الاستروجين وخاصه الاستراديول. ولولا هاد الهرمونات، لان شكون اللي كيميز لاسمانتي كيقول وليس الذكر كالانثى، شكون اللي كيميز الذكر على الانثى؟ ماشي الهرمونات، هي نسبه الهرمونات. يعني المراه هي نسبه استروجينات اكثر من التستوستيرون، الذكر هو نسبه التستوستيرون اكثر من الاستروجين. هاد التوازنات هي اللي ضمن لك هاد الذكر راه ذكر وهاد الانثى راه انثى. والمثال هو ان الذكر اذا طلعت له الاستروجين يولوا عنده العلامات ديال الانثى، وهذا الشيء راه كاين، وهاد الاشياء هذه راه ولينا كنشوفوها في المجتمع. اذا انا باش نضمن يكون عندي التستوستيرون كذكر، والانثى باش تضمن يكون عندها الاستروجين كانثى، وباش نضمنوا التوازنات فلا بد من توفر هاد الدي اش او ا. وباش يتوفر هاد الدي اش او خاصنا جوج حوايج، خاصنا تكون عندنا طاقه في الجسم، وهذا الشيء اللي هضرنا عليه في الحلقه ديال الحلقات الماضيه، فيها النوم، فيها الحركه، فيها بزاف ديال الامور. زائد يجب توفر الماده الدهنيه. راه دايوغ كنسميو حنا الكورتيزول والالدوستيرون والدي اش او اللي كيجيو منهم الهرمونات الجنسيه كنسميوهم هرمونات الاستيرويد. والاستيرويد هي مواد تصنع من الكوليسترول، والكوليسترول ماشي ناخذوه ككوليسترول، كناخذوه كماده دهنيه. يعني الا كنا غادي نسيئوا الدهون بهذه الطريقه هذه فنحن اضرنا الجسم ديالنا من حيث اردنا ان ننفعه. البيض البلدي ماده كتزيد في الخصوبه. اصفر البيض وماشي بوحدو، ولا انصح انا اصفر البيض بوحدو ولا ابيض البيض بوحدو، يمشوا مع بعضياتهم لاعتبارات كنا هضرنا عليها في الحلقه ديال البيض البلدي. زيت الزيتون كذلك. المكسرات، الناس كيعرفوا المكسرات. المكسرات هي تزيد من الخصوبه بشكل مباشر. علاش؟ لانها تتوفر على جميع العناصر اللي من شانها انها تزودنا الخصوبه. اول حاجه هي الماده الدهنيه، ثاني حاجه هي الفيتامين او اللي هي دائبه في الماده الدهنيه، فيتامين دي اللي هي دائبه كذلك في الماده الدهنيه، وفيتامينات جروب بي. يعني انت ملي كتاخذ قرقاعه او ملي كتاخذ لوزه فانت زودتي الجسم ديالك وزودتي الدماغ ديالك بمواد اللي كيحتاجها الجسم ديالك في الخصوبه ديالو. يعني عطيتيه فيتامينات دائبه في الدهون اللي هي ا والدي و او، وبعض المرات كتكون ك. زائد انك عطيتيه فيتامينات جروب بي، لان الا غتاخذ ماده دهنيه خاصك فيتامينات بي، لان الجسم باش يخرج الطاقه من هذه الماده الدهنيه خاصو فيتامينات جروب بي. الا بغيتي تخرج الطاقه خاصك اللي يحرق لك واللي يعاون على هذه الطاقه. شكون اللي كيعاون على هذه الطاقه؟ هي فيتامينات جروب بي اللي كتخرج لنا الطاقه. اذا ملي كناخذوا حنا المكسرات فهي فيها كل المقومات. انا كنقول للناس الخصوبه خذوا جوج قرقاعات في النهار. زيت الزيتون بيضه بلديه ما نتصوروش شنو يكون عندنا درجه التوازنات في الجسم ديالنا. اذا الاصفر البيض فيه الكولين اللي كيعطينا لاسيتيل كولين اللي كيحتاجها الجهاز العصبي، فيه ماده ليسيتين، فيه فيتامينات دائبه في الدهون، فيه الكوليسترول اللي كيوصل للجسم ماشي كالكوليسترول كماده دهنيه، وفيها كل المقومات انها تصوب هاد الهرمونات لا عند الذكر ولا عند الانثى. اذا الماده الدهنيه هي صديق بشروط اللي هضرنا عليها. وكاينه المواد الدهنيه ما اكثرها بالنسبه لي انا هي سموم. كنهضروا على المقليات فهي سموم، ملي كنهضروا على بعض الاشياء المصنعه فهي سموم. وبالتالي ملي كنهضروا على الدهون الجيده فهي زيت ارغان، فهي زيت زيتون، فهي البيض قلم احمر البلدي، فهي المكسرات. هذه كلها تعتبر دهون لا بد ماشي زائده، لا بد منها في العمل الهرموني وفي الخصوبه لا عند الذكر ولا عند الانثى. نعم. طبعا تواصلوا مع المستمعين الكرام. غادي نمشيو دائما وناخذوا اول مكالمه معنا. فؤاد على الخط من مدينه وجده. صباح الخير فؤاد. السلام عليكم. صباح الخير لاله. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل فؤاد. تحيه لكم وتحيه للاستاذ. شكرا نشكركم جزيلا. بزاف على البرنامج. شكرا جزيلا ومرحبا بالناس ديال وجده. تفضل فؤاد. بارك الله فيك.
بغيت غير نسول الدكتور ديالنا واش حنا كنديروا المجال ديال السياقه، واش السياقه وتفضل انك جالس نهار كامل فوق الكرسي، واش ياثر هادشي على الخصوبه ديال الرجل مثلا؟ نعم. ونشكروا الاستاذ بزاف، ونشكركم بزاف على هذا البرنامج هذا، وتحيه لكم من اعماق القلوب ديالنا. العفو، شكرا لك فؤاد، شكرا وشكرا على المحبه ديالكم، وتحيه لكل الناس ديال وجده. سؤال مهم ايضا استاذ الحليمي، ماشي فقط غير الناس اللي في السياقه ولكن كل الناس اللي العمل ديالهم كيطلب منهم ديك الجلسه فوق الكرسي لساعات اللي كتكون طويله. سول فؤاد واش عندها تاثير مباشر على الخصوبه وقال عند الرجل؟ نعم. هو اولا كما كنقول دائما راه محبه متبادله. نعم. انا والله العظيم الى هاد الجولات اللي كنديروا في المغرب ولا هاد الشيء اللي كنعيشوه ولا هاد الشيء اللي عشناه راه يثلج القلب، وتعودنا اننا نشوفوا هذا الكم هائل غير في السهرات، ولينا كنشوفوه في مواضيع ديال التغذيه. راه بالنسبه لنا كنقول النظام الغذائي في المغرب راه في امان. نعم. المساله ديالنا اولا تحيه لكل السائقين مهما كان النوع ديالهم، سواء سائقي الشاحنات ولا الحافلات ولا السيارات الاجره. تحيه لكل واحد خرج في الصباح انه كيمشي كيقلب على لقمه العيش ديالو، وناض في الصباح بنيه انه يقلب على لقمه العيش ديالو. كنتمناو لهم السلامه، هما اللي كيوصلوا لنا الخضر، هما اللي كيوصلوا لنا الفواكه، هما اللي كيوصلوا لنا الناس، هما اللي كيديو الناس العمل. يعني هاد الناس كيقوموا واحد العمل جبار. نعم، وفعلا استاذ الحليمي يعني بهم الاقتصاد كيتحرك بهاد الناس. تماما. نعم. تماما. انا احبهم في الله، داكشي علاش كنعطيهم نصيحه. الله يعطيكم الخير، حاولوا على الصحه ديالكم، لان عاده ما كتكون الاكل في الطريق وبزاف ديال الامور. تحركوا. انا مثلا ناخذ هي السياره الاجره، اي واحد تحت لي فرصه انا نهضر معاه كنقول الناس سائقي الاجره ما فيها باس من يهبط الكليان، نهبط انا نحلوا الباب، ندير واحد الحركه ديال الدوره الدمويه. علاش؟ لان الناس اللي عندهم، شوفوا غير الناس اللي كيجلسوا مثلا الخياطه والناس اللي كيكونوا السائقين ديال بصفه عامه السائقين، حتى الحوض كيولي عنده واحد لاصوغم بواحد الشكل بكثره هذاك الكلاس. زائد انه كيكون عندهم لي زيموغويد بزاف، يعني البواسير بزاف. زائد ان هذا المشكل ممكن يكون قائم. علاش؟ لان العضو الذكري لا عند المراه ولا عند الرجل يحتاج، راه خلايا ديال مثلا التي تفرز الحيوانات المنويه عند الرجل، فهي في نهايه المطاف خلايا كتحتاج اكسجين، كتحتاج عناصر غذائيه، وكتخرج السموم. يعني داك السموم باش تخرجهم خاصو يكون الجهاز اللمفاوي نشيط، والجهاز اللمفاوي كيتحرك بالحركه. زائد ان القلب هو اللي كيضخ الدم باش يوصلوا لهاد الخلايا، هاد العناصر، هاد الخلايا هادو العضو التناسلي. نعم تماما. الخلايا لابد منها انها تاخذ هاد الاغذيه هذه وهاد العناصر الغذائيه. وهاد الوضعيه اللي كنديروا هي وضعيه يعني ما كتخليش الدوره الدمويه بواحد الشكل، واحد النسبه، وسيرتو الا طولنا بالجلاس ان الدم يوصل لهاد المساله. وانا كنقول للناس راكم كتشوفوها ان كاينين الناس اللي نساو راسهم وما جالسون رجلوهم كيزرقوا. كتلقى شي واحد جالس فوق الكرسي رجلو ولاو زرقين. علاش؟ لان الدوره الدمويه ما بقاتش كتوصل. اذا كانوا رجلين زرقوا فالاعضاء الاخرى كيفاش غتكون؟ يعني ما غادي تكون واحد النقص ديال الاكسجين. داكشي علاش كنقول للناس انايا كل واحد الله يعاونوا طريق السلامه، ولكن ما فيها باس نستغلوا ابسط فرصه. مثلا شي فور ديال الحافله وقفت في شي بلاصه نزل نحرك شي شويه الدوره الدمويه. السيارات الاجره نزلت شي زبون، نزل انا نحلوا الباب وانا نسدلوا الباب، منها انها تكون جانب يعني مؤمن، لان كاين بعض الناس اللي كيحلوا البيبان في الشارع هذه. زائد ان الانسان يحرك الدوره الدمويه. يعني بجواب مباشر ان هاد الوضعيه هذه ممكن تكون من الوضعيات التي تنقص الحاجيات ديال هذه الاعضاء التناسليه من الاكسجين، من العناصر الغذائيه. زائد انها ما كتخليهاش تخرج السموم ديالها عبر الجهاز اللمفاوي. ومسائل بسيطه ما نعكزوش، ننزلوا نحركوا شويه الدوره الدمويه وان شاء الله يكون على الخير. نعم. دائما تواصلنا مع مستمعي الكرام من بعد فؤاد من وجده. هذه المره فاطمه الزهراء على الخط معنا من مدينه الدار البيضاء. صباح الخير فاطمه الزهراء. الزهراء صباح الخير، اهلا وسهلا. كي داير؟ لاباس بخير؟ الحمد لله، مرحبا بك. كي داير الدكتور ديالنا؟ لاباس عليه؟ لاباس الحمد لله. عافاك دكتور، انا في عمري 20 عام. نعم. متزوجه. نعم. ولكن دابا المشكل اللي عندي هو الدوره الشهريه. نعم. يعني دابا شي 3 شهور ما جاتنيش.
ونمشي عند الدكتور ولا شي حاجه كيقول لي زعما راه غير الوزن. وعندك خلل في الهرمونات. نعم. شحال السن ديالك؟ عندي السن ديالي 20 عام. شحال الوزن ديالك؟ دابا الوزن ديالي 90. ما عندكش تكيس المبيض؟ لا، قال لي ما عندكش تكيس المبيض. واخا نجاوبك ان شاء الله باذن الله. واخا شكرا دكتور. نعم شكرا لك فاطمه الزهراء، تواصلتي معنا من مدينه الدار البيضاء. يعني استاذ الحليمي حتى في 20 سنه ولا كيتطرح هذا المشكل. هذا هو المشكل. علاش قلت لك هذه النقطه استاذ الحليمي؟ غير لانه حنا يعني دائما كانت حتى النسبه ديال الخصوبه كانت مرتبطه بالسن، يعني انه الانسان في مرحله ديال الشباب كيكون ذاك النشاط اكثر. في 20 سنه مثلا فاطمه الزهراء هي داخله في مشكل. نعم. هو كاينين رجال ونساء دابا اللي في 40 سنه وعندهم خصوبه اكثر من 18 عام و20 عام. نعم. فقط بنمط العيش. ديما الله يعطيكم الخير المستمعين والمستمعات، كنهضروا على التغذيه في وسط نمط العيش. ما يمكنناش نجردوا بحال واحد السياره، راه واخا يكون عندك 3 ديال الرويض من الفوقين، الا تفشات رويضه وحده راه ما تقدرش تزيد. الناس ما يظنوش ان التغذيه بوحدها راه غتحل كل المشاكل، باش نكونوا واقعيين. التغذيه كتدخل في نمط العيش. وبالنسبه للاخت راه عرفت المشكل ديالها. المشكل ديالها هو 90 كيلوغرام. بالنسبه لها هي 20 سنه، راه تقريبا زايده معها واحد 25 كيلو. 25 كيلو راه بحال الا هز معك 25 كيلو فين مشيتي. هذيك 25 كيلو ديالهاش ديال الماده الدهنيه. هذيك الماده الدهنيه كتعطينا الاروماتاز، انزيم يسمى الاروماتاز. وهذا الاروماتاز يؤثر على نقص الاستروجين ويؤثر على هرمونات الاستروجين، بعد مره كتطلع بعد مره كتهبط. ويمكن يوقع هذا سي نورمال. 90 كيلوغرام ما كاينش انجاب والحمد لله ما كاينش تكيس المبيض، فالجواب مباشر انها عندها مشكل هرموني. والمشكل الهرموني اقول واكرر، المشكل الهرموني ما كيتحل الا بنمط العيش السليم. ملي كنقولوا نمط العيش فنمط العيش السليم. انا اللي غنوعد المستمعين والمستمعات اننا غنديروا حلقه خاصه ان شاء الله قريبا على تكيس المبيض. لان تكيس المبيض مساله خطيره جدا، وغادي نديروا حلقه خاصه على واحد المشكل كنسميوه حنا لي بيرتورباتور اندوكرينيان، المسائل التي تتلاعب بالهرمونات عند الكائن البشري. هادو 2 حلقات ان شاء الله، هي برمجه ان شاء الله. قلت انا في حلقات ماضيه، قلت الحمد لله لمسنا واحد المستوى كبير عند المستمع والمستمعه المغربيه. اذا من واجبنا اننا نرفعوا المستوى، ومن واجبنا، وانا كنواعد المستمعين والمستمعات الى احيانا الله غادي ندخلوا في جيل جديد من البرامج، في جيل جديد من المستوى في التغذيه. هذا الشيء هذا راجع باننا حاربنا الاميه في التغذيه، وملي كنحاربوا الاميه خاصنا ندوزوا لمستوى اخر. ما خاصناش نبقاو، لان كنسمعوا بعض البرامج اللي كيتعاود هذا العام كيتعاود العام الجاي، ربما العكس ديالو. حنا كنمشيو بمستويات، ولا عاودنا شي موضوع شي نهار راه كنديروا المستوى الثاني والمستوى الثالث. وهذا الشيء هذا هي السبب ديالو ان الوعي ديال المستمع والمستمعه واللي كنحترموهم وعي زاد. اذا لابد علينا اننا نرفع المستوى، وسنرفع المستوى، وسندخل ان شاء الله على جيل جديد من المواضيع باش هكايا نوصلوا لبر الامان فيما يخص تقنيات الوقايه. وحنا ما كنفرضوا حتى حاجه على شي واحد، فقط كنعطيو اشياء اللي يقتنع بها تبارك الله، اللي ما اقتنعش بها يجي شي نهار مثلا فوقاش ما اقتنعتي بشي حاجه. انا كنقول للناس ما عمركم ديروا شي حاجه ما مقتنعينش بها. وهذا الشيء راه بزاف ديال الامثله والخميره البلديه، راه الا ما كنتيش مقتنع بها هي في راسها ما تصدقلكش. يعني كنقول انا القناعه واجبه في هذه المعلومات، وحنا كنحاولوا نبسطوا الامور باش نخليو القناعه. وانا قلت انا المغاربه راه ما كنعطيهمش شي حاجه جديده، فقط كنعطيهم اشياء اللي هما كيعرفوها، وهذا الحمد لله عندنا هذا الامتياز هذا. نعم. دائما تواصلنا مفتوح مع كل المستمعين الكرام. مرحبا باتصالاتكم ومرحبا بتساؤلاتكم في برنامجكم صحه وسلامه. غادي نمشيو هاد المره في مكالمه ناخذوا معنا ملكه على الخط من تيزنيت. مرحبا بك ملكه. الو مرحبا. اهلا وسهلا بك ملكه. وعليكم السلام ورحمه الله. كنشكركم على هذا البرنامج، الله يجازيكم بالخير. العفو يا رب امين. مرحبا ملكه. دكتورة انايا عندي 38 سنه. نعم. عندي بنيه عندها 10 سنين. نعم. بنين عندها دكتور 3 سنين وانا كنحاول نحمل. نعم. دوزت هذا، عندي الدوره منتظمه الحمد لله. الحمد لله. عطاوني دوية، عطاوني هرمونات. في الاخر اكتشفت بانه عندي فيموزيس وقيلا هو هذا في لاطروم، ودرت عمليه من موراها حملت بعامين. ولكن دكتور حملت بوليد على 7 شهور تزاد،
قل سيمانه عنده هيدروسيفالي في الحمل. مازال عنده دابا نيت؟ لا دكتور توفى على سيمانه. لا اله الا الله. لا اله الا دكتور دابا بغيت نعرف واش التغذيه ديالي ماشي هي هذيك ولا لاج. حتى دكتور انايا فاش سولت جوج الاطباء عطاوني غير لاسيد فوليك وقالوا لي ما عندكش دي زاناليز ديريهم ولا شي حاجه. ودابا دكتور انا خفت نحمل مره اخرى وقعنا في المشكل. لا ان شاء الله يكون خير، نجاوبك ان شاء الله. واخا نجاوب على سؤالك مليكه. العفو، شكرا لك مليكه، شكرا. وعليكم السلام ورحمه الله. شكرا لك تواصلتي معنا من تيزنيت. قبل ما غادي نجاوب على سؤال مليكه، ما يمكنش استاذ الحليمي في هذه السلسله ديال الحلقات اللي كنتكلموا يعني فيها على الشق الغذائي فيما يخص الخصوبه والانجاب وما نتكلموش على واحد العاده مغربيه المغاربه تقريبا كلهم كيعرفوها، المساله ديال القديده ولا القديده. يعني هذه عاده اللي كنا كنشوفوها مازال لحد الان في المجتمع المغربي. يعني كنشوفوا علينا واحد السيده اللي كتكون عندها رغبه في الحمل ربما بحال الحاله ديال الملكه، وكتكون محاولات كثيره ولسنوات طويله. كتجي المبادره اما من عند الافراد ديال الاسره ولا من عند الصديقات ديالها ولا من عند الجارات ديالها. شنو كيعملوا؟ كيجمعوا واحد العدد معين ديال القديده او القديده، كياخذوها من كل دار وكيعملوا واحد النهار لهذيك السيده على اساس انه يكون الحمل ان شاء الله. فهنا بطبيعه الحال هي عندها دلالات كثيره مجتمعيه استاذ الحليمي، ولكن انا بغيت نتكلم عليها من الشق الغذائي. يعني ما يمكنش المغاربه، وانت ما شاء الله تكلمتي انا والاجداد ديالنا ما شاء الله اي حاجه كانوا كيديروها ما كانش هكذاك عشوائيه، واليوم المختبر والعلم كيثبت هذا الشيء. فهذه المساله ديال انهم كيجمعوا القديده او القديده وكيديروا لهذه السيده اللي عندها رغبه في انها تحمل في الشق الغذائي استاذ الحليمي، شنو الدلاله ديالها؟ اشنو ممكن يفيدها هذه المساله؟ نعم مشكوره استاذه عفاف لان درتي هذه المساله ومساله مهمه جدا. انا غنطرق لها في الجانب الفيزيولوجي بصفه عامه. نعم. شوف سبحان الله، شوف الذكاء ديال المغاربه كيفاش كان. الناس خاصنا نرجعوا فعلا بالطريقه الصحيحه للسوسيولوجيا المغربيه. غنلقاو شي اشياء اللي كدار دابا في معاهد عاليه جدا. طيب مثال، هذه شحال في قديم الزمان كنا حنا صغارين كنشوفوا الناس الا كانوا شي جوج مدابزين كيتجمعوا بعض افراد الاسره في الدوار ولا في الحي ويمشيو يصالحوهم، وكتولي واحد المحبه من بعد هذه العداوه اللي كانت. شوفوا الناس كيفاش كانوا كيمارسوا الصلح قبل ما نوصلوا للمحاكم. هادشي هذا واش باقي عندنا دابا؟ فعلا كاين بعض الناس مازال، ولكن ما بقاش بداك الحده. ربما الناس ما بقاش عندهم الوقت، ربما ما بقاش عندهم الخاطر. حبذا لو ان هادشي رجع. هادشي غنربطو تماما بنفس بهاد المساله هذه. وعاد هذه شحال كان الحي شكون اللي كيمشي الاكبر في الحي، الراجل الكبير. لان الا كانوا الناس مثلا مخاصمين داك الراجل الكبير كيحشموا منه، وكان كل حي كل دوار فيه واحد الراجل الاب الروحي ديال هاد الناس. حبذا لو اننا نرجعوا لهذه المسائل هذه، لان هذه المسائل هذه مهمه بزاف. الجانب الفيزيولوجي اللي لهذا الصوره الرائعه، لهذا السيناريو الرائع اللي هضرتي عليه استاذه عفاف، هما ان الناس هو واحد المفعول نفسي ديال البلاسيبو اكثر مما هو مثلا قديده. اولا كانوا كيديو القديده لان كانوا كيديو واحد اللحم ذو جوده جيده زائد فيه مواد، لان اللحم ماشي حنا كنحيدوا اللحم الا كان بجوده جيده بالسكايه جيد جدا زائد فيه مواد. المسؤول اكثر استاذ الحليمي الا سمحتي غير اما تغير المكان او لانه الصوت كيتقطع. نعم مشكور. شكرا تفضل. قلت انا مفعول الجانب النفسي، الواقع النفسي ديال داك الجروب اللي جا عند داك المراه واللي داروا لها هذاك الجمع المبارك اللي داروه. يعني هي بهذاك الصديقات ديالها اللي جاوا عندها والتفتوا ليها، بحال مثلا اليتيم. الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا على اليتيم. علاش؟ لان تصور اليتيم كل واحد يدوز الاول يدوز له على راسو، يدوز الثاني يدوز له على راسو 10 الناس، ما غيحسش بواحد نقص كبير ديال الاب ديالو ولا الام ديالو. هكا عاوتاني الجانب النفسي مهم. ملي كيديروا لهاد المراه هاد القديده ويتجمعوا الامهات ويمشيو عندها، فهو واحد الدعم نفسي. هاد الدعم النفسي كيخلي جسم المراه يفرز لوسيتوسين، يفرز لوندورفين، والمراه محتاجه لهاد لوسيتوسين ولوندورفين باش تقاد الهرمونات ديالها. فالرولاكسين واللوسيتوسين واللوندورفين هو اللي كيكون عند هاد المراه، هو اللي كيكون عند اليتيم، هو اللي كيكون عند المريض. لان الانسان اذا مرض فعوده. علاش المريض خاصنا نمشيو عنده؟ تصور المريض مشى عنده 70 واحد في النهار يزورو، غيفرح. علاش؟ وغيدير لاباس. علاش؟
لان الجانب النفسي ملي كنقولوا لوسيتوسين وكنقولوا لوندورفين وكنقولوا هاد الهرمونات فهي انتاغونيست، هرمونات مضاده للهرمونات القلق. كيتخفض القلق، كيجي الهدوء، كيسكن الهدوء في الجسم ديال هاد المراه هادي، كيجيو هرمونات اللي كيهبطوا هاد الهرمونات ديال القلق، وكيتقادوا الهرمونات ديال المراه، وكتولي عندها ليفي ديال البلاسيبو ديال الجانب النفسي، وكيجي الحمل من بعد. وهذا الشيء مارسوه المغاربه وكنرحموهم، كنترحموا على جدودنا اللي كانوا كيديروا هذه الاشياء اللي حنا ما احوجنا اليها ونحن اليها. نعم. نرجعوا للسؤال ديال ملك ممتاز نيس وسام الحليمي، 38 سنه، يعني قالت انه عندها بنيتها عندها 10 سنين، تقريبا 7 سنوات من المحاولات انها تحمل. هي شرحت الحاله ديالها بحيث انه رزقها الله مولود، يعني قالت قبل حتى ما يكمل 7 شهور توفى من بعد اسبوع من الولاده ديالو. فيعني بغات منك نصيحه وسام الحليمي بالنسبه للمشكل اللي عندها. نعم، هو هذا الطفل توفى الا ورب ضره نافعه. نعم، يعني خصنا نفهموا الامور بهذه الاشياء هذه، ما نفقدوش الامل. الله يعطيكم الخير. انا بغيت نسطر على واحد النقطه. كاين بعض الناس اللي كيحطوا العمر كهاجس كبير، العمر فعلا، ولكن ماشي بهذه الدرجه اللي حنا كنفهموها دابا. سيدنا زكريا قال ربي اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا، وهكاك الله سبحانه وتعالى رزقوا ولد. داكشي علاش كنقول للناس العمر ما تحطوش كهاجس، ما تحطوش واحد الشبح. العمر عنده دور ولكن بواحد النسبه بسيطه، ولكن حنا كنضخموا الامور. نتوكلوا على الله سبحانه وتعالى. والتوكل انا كنقول والله العظيم اللي غيتوكل على شي كائن بشري فباقي خاصو يزيد يشتغل على نفسه. الكائن البشري كيعطيك غير الاسباب، وربي هو اللي كيعطيك الشفاء. فملي كتوكل على الله سبحانه وتعالى وتطالبوا وتلح. انا شوف كتمشي مثلا شي واحد هاز السيفي ديالو وغادي كيقلب على عمل، يمشي لهاد الشركه يحط سيفي، يمشي لهاد الشركه يحط سيفي ويلح، وكل ما الح كل ما تحقق له الهدف ديالو. علاش كنلحوا ملي كنقلبوا على واحد الشيء وما كنلحوش على الله سبحانه وتعالى اللي الاجدر اننا نلحوا عليه؟ على الله سبحانه وتعالى كل ما لحيتي، كل ما طلبتي الله سبحانه وتعالى، كل ما ترجيتي الله سبحانه وتعالى، كل ما كان الرجاء ديالك في الله سبحانه وتعالى، وعرفك باللي راك الله سبحانه وتعالى باللي راك تلح وراك يعني محب لهاد الذريه اللي بغيتي تخليها ذريه صالحه. فاكيد ما دام عندك بطاقه تعريف ديال كائن بشري فربي ما غيحرمكش. يعني اشياء بسيطه الا راكمناها راه ممكن تسبب لنا هاد تكون السبب في هذا الحدث الجميل اللي هو الحدث ديال الحمل، ويتبعوا الحدث الجميل اللي هو الحدث ديال الولاده، ويتبعوا الاحداث الجميله اللي هي التربيه ديال الاطفال. اذا هذه مساله لابد ان نشير لها. بالنسبه للاخت قالت عطاها المخ الصغير لاسيد فوليك. لاسيد فوليك راه خاصو ياخذوا في التغذيه الذكر والانثى. راه كاين دابا الناس اللي كيسحبوا حمض الفوليك راه خصو ياخذوا غير الانثى، راه حتى الذكر خصو ياخذوا. علاش؟ لان حمض الفوليك واحد الحاجه فيه زوينه ولكن خطيره جدا، ان فيتامين بي 9 اللي هو حمض الفوليك هو فيتامين يتحكم في التعبير ديال الجينات. يعني داك الحيوانات المنويه اللي غتجي من عند الرجل فإلا كان نقص فيتامين بي 9 غادي يكون حمل، ولكن غادي يكون واحد النقص كبير في التعبير ديال الجينات من بعد في المستقبل. شوف التغذيه شحال عندها دور، والله سبحانه وتعالى عارف الانسان ربما يكون عنده هذا النقص، حطنا بالبوليس اي حاجه اخرى ينعرفوا عليها، اي حاجه اخرى، اي حاجه نباتيه يحدث الفليك. اذا غادي نقول له غنعاود نكرر لك استاذ الحليمي، غير تغير المكان ديالك شويه نوعا ما باش الصوت يكون واضح. تفضل. نعم، انا قلت انايا غير تغير النظام الغذائي ديالها وتغير النفسيه ديالها وما تمشيوش بعيد. اشياء بسيطه ممكن اننا نوصلوا لهذا الحدث هذايا. نعم، نمشيو هذه المره مدام ملكه بنت زنيت. معنا جمال على الخط هذه المره من مدينه الدار البيضاء. مرحبا بك جمال. اهلا وسهلا بك، صباح الانوار. تحياتي للدكتور الحليمي وتبارك الله عليكم. الله يبارك فيك يا جمال. شكرا. الله يجزيكم عنا بخير يا رب. امين. مرحبا. ولا لا، السؤال ديالي الله يجزيك بخير هو واش الأعصاب واش كتأثر على الخصوبة؟ اييه. والمشكل الحساسية والقلق الدائم، هذا القلق الدائم هو واش عنده تأثير ولا لا على الخصوبة؟ اييه. نعم. واخا. ولا سمحتي الله يجزيك بخير، بغيت النمرة ديال الدكتور الحليمي حيت بزاف ديال المواضيع اييه
وكنا كنحاولوا نتصلوا ولكن الخط ماشي للاسف الشديد. واخا جمال ما تقطعش، رجع للستوندار وخذ الرقم الهاتفي الخاص بأستاذ الحليمي وهكذا تقدر تتواصل معاه. مشكوره جمال تواصلتي معنا. العفو هذا واجب. شكرا لك جمال. اذا أستاذ الحليمي سول جمال على المساله ديال الاعصاب والقلق الدائم اللي كيكون عند بعض الناس، واش كيأثر ايضا على الخصوبه؟ اكيد يؤثر على الخصوبه بشكل مباشر. نعم. نعطينا الدليل العلمي باش كنكونوا، لان الهدف ديالنا هو نعطيو اشياء علميه، الهدف الاكبر هو نترجموها لاشياء عمليه. نعم. الجسم ديالنا عنده واحد لابوكس ديال الكوليسترول كيتقسموها هرمون كنسميهم لي ستيرويد، منه الكورتيزول، منه الالدوستيرون اللي كيضبط لنا الضغط الدموي والماء في الجسم ديالنا، ومنه الدي اتش اللي كيتصاوب منه الهرمونات الجنسيه. تصور انت بالقلق رفعتي نسبه الكورتيزول، القلق دالك واحد النسبه كبيره من هاد لابورس ديال الكوليسترول اللي عندك نتايا، عندك واحد الكميه ديال الكوليسترول مقسومه، واحد خدا النصيب الاسد، ما بقى حتى حاجه لداكشي الاخر. يعني القلق يزيد من تعقيد الامر فيما يخص الخصوبه وينقص الخصوبه. باش كنقابلوا القلق جوج حوايج، ماشي 4 وماشي 10، جوج حوايج. اولا كنمارسوا الرياضه. علاش؟ لان الرياضه كتعطينا لوندورفين والوسيتوسين والريلاكسين، هي هرمونات اونتاغونيست مضاده لهرمونات القلق. ثانيا كنشتغلوا على الجانب الديني، الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. هادو الطرق باش عاد التغذيه كتجي في مراحل متقدمه. يعني القلق جواب مباشر عنده تاثير على الخصوبه مباشره، لان الجسم ديالك كيحتاج طاقه داها لك القلق، كيحتاج كوليسترول باش يصاوب الهرمونات الجنسيه داهم من الكورتيزول، لان من الكوليسترول كيتصاوبوا هاد لي ستيرويد ومنهم الكورتيزول باش كنقصوا القلق بهذه الطرق اللي هضرنا عليها. نعم. نعم. فتواصلوا مع المستمعين الكرام دائما. هذه المره خديجه على الخط معنا. مرحبا بك خديجه. يلا خديجه اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تحيه لك سعادتك، تحيه للدكتور الحليمي وطاقم فريق طاقم العمل. شكرا خديجه. الله يخليك، عندي سؤال متعلق بالاخت ديال الزوج ديالي. اييه. ولدت دابا 11 سنه. ومن بعد من الولاده تصابت بواحد بحال الزرقيه في الساق ديالها، الناس انها تلت من بعد الولاده. ولكن المشكل انا لما تعرضت للطبيب قال لها عندك تصلب جلدي عادي كان. ناولت لي كورتيكويد بزاف، لحد الان مازال كتناولهم. الغالب في الامر انها تصابت بتصلب جلدي حاد. نعم. ولما سالت الطبيب ديالها قالت لي ما فيش خبر عندك حتى شي دواء، خاص ضروري تنعسو في السبيطار. وقالوا لها باقي ما نعسوش هي في السبيطار، دات واحد الحله ديال الكورتيزول لقات فيها 28. الا خليت واش هذا عنده تاثير على مشكل الانجاب، ولا كان ممكن الدكتور لا جاتي بخير يرشدها شكون اللي ممكن يعني تمشي عنده من بعد هذا الدكتور ديال الجلد. نعم. واخا. شكرا بارك الله فيك. نعم. شكرا لك تواصلتي معنا خديجه، الف شكر لك. اذا تفضل. العفو. شكرا لك خديجه. اذا تفضلوا استاذ الحليمي. هذا المشكل سبق وكنا طرقنا ليه مع دكتوره نائله دراعو مشكوره. كنا طرقنا ليه ايضا مع الدكتور مصطفى الودغيري اخصائي في الطب الباطني، بحيث انه كاين ناس اللي كيوصلوا للدرجه استاذ الحليمي ماشي فقط غير ديال التصلب الجلدي، وانما ديال تصلب الرئتين، يعني اعضاء اللي هي الداخل كتصلب. فهادو الناس اللي ربما حتى الا تلاقيناهم في الزنقه او لا راه كيبان لك واحد الانسان بحال عامل ماسك على وجهه، لانه المرض الاعراض ديالو كتطور بسرعه، حتى التعابير ديال داك الانسان ما كتبقاش تبان نهائيا، كيكون عنده تصلب على مستوى التعابير، على مستوى الجلد ديالو. نعم. هو اولا كنحييك استاذ عفاف، يعني تبارك الله عندك واحد الذاكره قويه جدا. العفو. شكرا لك. يعني وتحيه للاستاذه نائله دراعو، الدكتوره نائله دراعو، الدكتور الودغيري، اللي كيقدموا المغاربه واللي الاسماء ديالهم على افواه المغاربه كاملين. الحمد لله. كيعطيو كيجديو واحد الخدمه كبيره للمغاربه، وكنحييهم من هذا المنبر هذايا. فعلا هذا المشكل هذا هو مشكل طبي، يعني 100%. مشكل اللي ضروري الاخت انها ترجع للمختص، طبيب باطني وطبيب الجلد، ضروري باش انها تشوف المشكل ديالها. غير لا كورتيكوثيرابي واش عندها تاثير على الخصوبه؟ اكيد كتكون في بعض الاحيان تاثير على الخصوبه، لان المشكل ديال لا كورتيكوثيرابي خاص يكون بعض الاجراءات خاصنا نديروها، خاصنا نردوا البال بزاف ديال الامور وكنا هضرنا عليها، وان شاء الله الا كانت حلقه
ان شاء الله في القريب العاجل نديروا حلقه خاصه على الاجراءات الغذائيه اللي واجب اننا نلتزم بها لما يكون شر لا بد منه اننا نديروا لا كورتيكوثيرابي ان شاء الله باذن الله. نعم اذا تخصصات راه واضحه كيف ما ذكرتي بها استاذ الحليمي. اذا الطب الاخصائيين في الامراض الجلديه وايضا الطب الباطني فهذوما تخصصات. قالت خديجه انه قال لها الطبيب انها خصها تنعس يعني في المستشفى، فهذا الامر ما فيش اللعبه خديجه نهائيا. هذاك يعني انه راه محتاجه الاستشفاء والمراقبه ديال الطبيب وديال الناس المختصين في الصحه، هما اللي غادي يراقبوا الحاله ديالها ماشي في الدار نهائيا. نمشيو هذه المره من بعد خديجه ناخذوا السعديه على الخط معنا من المحمديه. اهلا وسهلا بك سعديه. اهلا اختي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضلي السعديه مرحبا. هلا كنسمعوك دكتور حليمي. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا. كنشكرك دكتور بزاف، كنشكرك بزاف وكنقدموا لك تحيه كبيره بزاف ومعزه خاصه. شكرا متبادله. كل سنين الجمعه احنا معاك. شكرا جزيلا. شكرا دكتور. عافاك الدكتور. ولدت واحد البنيه عندها باش 12 عام و4 سنين وانا كناخذ لابيليل، وملي حيدتها بغيت تولد ما ولدت. لا اله الا الله. وعندي واحد سؤال اخر دكتور عطاك الشر. واخا تفضلي السعديه اشنو هو؟ عندي خويا عندي واحد المرضي عندي ساكويدوز لي سيندروم ساك. نعم. وشحال وانا كندوز دابا ما لقاوش ليا الطب المرضي، تمشيت للطب الباطني. دابا لحد الان بقى كنعيش بالدوايات، عيش بالطب. السعديه سمحي لي، اشنو هما الاعراض اللي بانوا عندك؟ شنو هما العلامات اللي عندك لحد الان؟ العلامات دابا كيضروني يدي المفاصيل، كيضروني مفاصيل ورجليا كيتنفخوا، ما نقدرش نزيد وعيني كيتنفخوا. وماني خديت الدواء وخديت شويه. دابا ديما كاين نفس الاعراض كيجيوني، ديما ظهري، مره ركبتي، مره عندي، مره المرود ديالي، رجليا. عييت مليت بالدوايات وكتقول لي الدواء ديالك شي غيضرك في الكلاوي. هذاك الدكتور نصحني الله يرحم والديك الله يخليك وليدك. واخا سعديه شكرا لك السعديه تواصلتي معنا. الله يرحم والديك. العفو شكرا لك سعديه. شكرا علينا وعليك ان شاء الله. استاذ الحليمي شرط السعديه مشكوره لواحد النقطه اللي هي مهمه اللي متعلقه بحبوب منع الحمل، وكنا خصصنا سلسله من الحلقات لهذه المساله. غير واحد المساله اللي اليوم يعني كنسمعوها من عند بزاف ديال الناس، بمجرد ما ديك الفتاه كتزوج ربما اول نصيحه كتكون من عند الام ديالها ولا من عند الحماه ديالها ولا من عند الجده ديالها او لا، ما تاخديش حبوب منع الحمل في البدايه نهائيا. علاش؟ راه ممكن يعطوك عقم، راه ممكن. هذه المساله واش فعلا ايضا كاين تاثير هنا على الخصوبه وعلى الانجاب استاذ الحليمي بالنسبه للامر اللي كيتعلق بحبوب منع الحمل، خصوصا السيدات اللي كياخذوها في البدايه؟ كاينين دابا بعض البنيتات اللي باقيين ما وصلوش للزواج وفي سن البلوغ وكياخذوا هذه الحبوب باش يقادوا غير الدوره الشهريه ديالهم. ماشي غادي نهضروا عليه في تكيس المبيض ان شاء الله باذن الله. انا السؤال ديالي المطروح، واش عرفنا المسار ديال هذه الحبوب منع الحمل فين كيمشيو؟ ملي كتاخذهم المراه شرف الله قدركم كيخرجوا عبر البول. نعم. واش تسالنا شي نهار فين كيمشيو؟ كيمشيو للفرشات المائيه. نعم اكيد هادشي هذا. واش غنبقاو غاديين بهذه الطريقه؟ كاينين الناس دابا اللي عندهم اللي كياخذوا بعض انواع ديال المياه اللي هي فيها هذا، والذكر لما كياخذ هذه المسائل هذه راه واحد الخطوره، لان هذه المواد هي غير توكسيك، يعني مواد تؤثر على الخصوبه بشكل كبير بزاف. انا نتمنى تكون هاد السنوات المقبله نطلعوا لهذا الجيل ديال هذه المواضيع هذا. انا مع ان المراه تاخذ لابيلول، ولكن نقول لها باللي هالاضرار ديال هاد لابيلول وانت لك الاختيار. نعم. يعني من حقها، هذا راه واجب عليه اي واحد، ومن حق اي مراه تعرف الى هاد المراه قبلات على هاد الشيء. بالنسبه لينا ما كاينش مشكل، حتى ستاغيلي ميم ستاغيلي الا كان هرمونال نقولوا راه كاينين الناس داروا ستاغيلي ولكن ما قالولوش بلي راه هرمونال. انا ماشي ضد هاد الشيء، انا مع المعلومه، نقولوا للناس، نشرحوا لهم، نلقاو لهم الحلول. كاين الناس دابا اللي لقاو الحلول، كاين الناس اللي ما باغيين يديروا لا ستاغيلي لا بيلول، خصنا نلقاو لهم الحلول. ولكن ما يمكنش نلقاو الحلول الا ما تدخلتش التغذيه. علاش؟ لانك ما يمكنش تلقى الحل مثلا، والحل اللي كانوا كيديروا جدودنا كانوا كيديروا الحساب، ما يمكنلكش دير الحساب الا ما كانش الدوره الشهريه مقاده. نعم. هذه انا هذه المساله يعني انا كنقولها وكنعاود نكررها. داك الشيء علاش هذا الموضوع هذا كذلك عنده تاثير بزاف على الخصوبه. بالنسبه لي انا كنتمنى الناس اللي مختصين
دخول هذه النقاط هذوما، لانني انا اتوقف عند التخصص ديالي، لان انا احترم اخلاقيات المهنه. ما فيها بس بالنسبه للاخت تعرض راسها على المختصين، لا بالنسبه للمشاكل اللي عندها كامله، لان احنا بالنسبه لنا نتحدث عن التغذيه، كنعاونوا بالتغذيه، كنصولاجيو بالتغذيه، كان بعض المره كنوصلوا لاننا نعالجوا بالتغذيه، ولكن التغذيه ما غدير لك حتى شي حاجه الا كان الانسان عنده واحد مشاكل هي كبيره. اذا بالنسبه للنهايه ديال هذه الحلقه لابد انني نختم بعض النصائح سريعه. تفضل استاذ الحليمي. اللي بها ممكن اننا نخرجوا من هذا النفق ديال الخصوبه. اول نصيحه هو هدرت على النوم الفيزيولوجي. ثاني نصيحه هدرت على ممارسه الرياضه باش نحيدوا هذا القلق هذا. ثالث حاجه واللي ما هدرناش عليها هي الهواتف النقاله اللي الذكور كيحطوها في الجيب ديالهم. هذه راه مسائل تؤثر بشكل مباشر على الحيوانات المنويه. الذكور كيشدوا البيسي بورتابل وكيحطوه فوق رجلهم، هذا شيء خطير جدا على الخصوبه عند الذكر ولا عند الانثى. هذه المسائل راه كيديروها، كتلقى واحد جالس وجامع رجلو ولا طالق رجلو حاط البيسي فوق ركابيه. هذا شيء خطير جدا. هاد المسائل ردوها الباب حتى الناس اللي كيشدوا التليفونات ويديروه في الجيب اللي قريب للقلب ديال القميجه، هذه حماقه. هادشي اش كنقول انا، هادشي هذا لابد ان نردوا له البال، لان لي زوند الكترومغنيتيك حتى هما كيأثروا. مزيان نمشيو مع الحضاره ولكن نعرفوا نتعاملوا معها واخا. الوغ ونوصلوا للجانب ديال التغذيه. الماده الدهنيه ليست بعدو، بالعكس هي صديقه الخصوبه، بشرط اننا نختاروا الدهون الجيده. التغذيه الجيده هي التغذيه اللي كنهضروا عليها ديما، هي السمن، هي الخضر، هي الفواكه. راه الفواكه بداو دابا، كنقول المغاربه فرحوا، بداو الفواكه دابا، راه بدا المزاح سميتو المزاح، لان دغيا كيجي دغيا كيمشي. ومن دابا تري يجي الرمان. حسبوا شحال من فاكهه كاينه في المغرب، راه والله العظيم الا واحد النعمه كبيره. تمتعوا بالاغذيه الموسميه. جاي عندنا طبيب ان شاء الله، كل واحد في المغرب كنبشركم وراه عارفين المغاربه جاي عندهم طبيب غيدوز عندنا 30 يوم، غيجي عندنا للدار، سميتو رمضان. استغلوا هذه الفرصه. صلاه التراويح، قراءه القران الكريم، الالتزام بالجانب الديني في رمضان هي فرصه، اقول فرصه. وهذا الشيء هذايا يثلج القلب. انا حالات كثيره اللي جات عندي قبل رمضان بعد رمضان تحيد التكيس المبيض. اذا حنا ملي غنوليو نحلوا المشكل الهرموني بالصيام، هاد الاشياء اللي هضرنا عليها اكيد من بعد رمضان والفرصه جايه ان شاء الله باذن الله. نتمنوا اي واحد بغى انه يعطينا يعني صدقه جاريه، علم ينتفع به، او لا والد صالح يدعو له، فتحنا كندعيو له انه الله سبحانه وتعالى يرزق له هذه الوليدات يا رب امين، الصحه والسلامه. نعم يا رب. الشكر الجزيل لك استاذ محمد الحليمي، اخصائي في التغذيه الصحيه والحميه العلاجيه. وان شاء الله الموعد معك غادي يكون يوم الجمعه المقبل، غدا ان شاء الله تسناو موعد جديد مع موضوع جديد دائما كيهم الصحه والسلامه ديالكم. لكم اطيب وارق تحيه من عفاف ماجد رافقتكم وراء الميكروفون. شكرا لسامي عارف والمهدي بن كوس رافقوني في الاخراج، وسامحه عشوبي مشكوره كان استقبال مكالمتكم. بدايه اسبوع موفقه يا رب كنتمنوها للجميع، وبقيت اوقات طيبه وممتعه. قلوها دائما رفقه برامج الاذاعه القريبه منكم ميد راديو. الى اللقاء.